أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من برنامج الدين للحياة من على شاشة القناة الفضائية المصرية. النهاردة يمكن جموع مشاهدينا متوقعين لطبيعة موضوع هذه الحلقة. الحقيقة احنا كنا مخططين ان احنا نتكلم بمناسبة المولد النبوي الشريف عن مولد الرسول عليه الصلاة والسلام في الحلقة السابقة، ولكن نظرا للفترة الإخبارية الخاصة بإجراء الانتخابات تأجلت الحلقة. ثم جاءت الأحداث التي نعلمها جميعا والتي حدثت الأسبوع الماضي، وشفنا ردود أفعال عالمية وردود أفعال إسلامية وردود أفعال شعبية وردود أفعال سياسية. الحقيقة احنا مش جايين في هذه الحلقة علشان ندين أو نشجب أو نؤيد، مش هو ده الغرض من هذه الحلقة. الحقيقة الغرض ان احنا عايزين نتكلم عن أين هي إشكالياتنا كمجتمع إسلامي عندما نتعرض لهذه النوعية من الوقائع، وتكون مترتبة عليها هذه النوعية من ردود الأفعال البعض المتطرف. هل يحمل العالم الإسلامي بأكمله تصرفات بعض المتطرفين؟ هل نقبل جميعا كمسلمين أن يذكر ما يذكر أو يكتب ما يكتب أو ينشر ما ينشر تحت بند حرية الرأي، حرية النقد، حرية التعبير؟ هل هي الواقعة الأولى من نوعها؟ ما بتكلمش عن عالمنا المعاصر، بتكلم عن من أيام نزول الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام. هل هي المرة الأولى التي تعرض فيها الرسول عليه الصلاة والسلام لهذه النوعية من التصرفات أو الأفعال المشينة التي استهدفته هو شخصيا؟ أين نقف نحن كمسلمين؟ ما بتكلمش هنا بقى على قيادات دول إسلامية ولا بتكلم على ردود أفعال على المستوى الرسمي، أتكلم عنا نحن كمسلمين. كيف نقف عند هذه الوقائع وكيف نتكلم وكيف نتصرف وكيف يكون رد الفعل؟ هذه هي المحاور الأساسية والرئيسية التي نود أن نطرحها معكم من خلال هذه الحلقة، واللي يسعدني أن يكون ضيفي فيها هو الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة ومستشار أعلى للجامعات. أهلا بحضرتك معنا يا فندم. أهلا بيكي وبكل المشاهدين والمشاهدات. أعزائي المشاهدين، نبدأ في طرح هذه الموضوعات وهذه النقاط، ولكن بعد هذا الفاصل. كم شاق الدنيا مولده حتى وافاها موعده، كانت في الغيب تناشده حمدا لله تردده، والأفق ضياء يتبسم والملأ الأعلى يترنم لقدوم محمدنا الأكرم، لقدوم محمدنا الأكرم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، عودة إلى استوديو القناة الفضائية المصرية وبرنامج الدين الحياة. وموضوعنا في هذه الحلقة نتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام في إطار الأحداث الأخيرة التي جرت على الساحة الدولية مؤخرا، والتي استهدفت الرسول عليه الصلاة والسلام، وتباينت ردود الأفعال ما بين الرسمية والشعبية. ونطرح معكم من خلال هذا اللقاء كيف يتم التعامل مع ما تم. أستاذ دكتور محمد نبيل غنايم، كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيبة. واسمح لي أسأل هذا السؤال. نعم. هل هي المرة الأولى التي تعرض فيها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى إيذاء مشين بشكل مباشر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نزف التهنئة والمعايدة لكل المسلمين، بل لكل بني آدم في مشارق الأرض ومغاربها، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليس نبيا للعرب فقط ولا للشرق الأوسط فقط، ولكنه رسول الله للعالمين، ورسالته رسالة عالمية لكل العالمين، وليس المقصود بالعالمين البني آدمين فقط، وإنما تشمل كل مخلوقات الله، الحيوانات والجمادات والنباتات، لأن عنوان رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة العالمية الخاتمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول للعالم كله، ولذلك لأنه النبي الخاتم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. النبي عليه الصلاة والسلام هوجم وتعرض لهجمات متتالية منذ بداية الدعوة الإسلامية، منذ أن قال للناس وجمعهم عند الصفا والمروة وقال لهم: إني رسول الله إليكم جميعا. قال له أقرب الناس إليه عمه أبو لهب: تبا لك، تبا لك هذا اليوم، يعني هلاكا، بيدعو عليه بالهلاك. قال: هذا جمعتنا، يعني تسب آلهتنا وتقول لنا لا إله إلا الله وأنا رسول الله؟ تبا لك. قال: هذا جمعتنا، وده من أقرب المقربين إليه. تعالي بقى شوفي كل الهجمات الأخرى من قبيلته ومن أهل مكة. مرة يقولوا عنه ساحر، لأن الكتاب الذي نزل عليه لغته قوية جدا وبليغة جدا، ولم يستطع أحد أن يأتي بمثله، مع إن عندهم يعني جهابذة الشعر والنثر الفني، وامرئ القيس والنابغة الذبياني وعنترة العبسي، أصحاب المعلقات السبعة التي كانت تعلق على أستار الكعبة وتنشر في سوق عكاظ وغيره. كل هؤلاء لم يستطع واحد منهم أن يأتي بشيء من مثل هذا القرآن. وحتى لما راح واحد من كبار زعماء العرب في مكة، الوليد بن المغيرة، ورايح موفد للنبي صلى الله عليه وسلم، بيعرض عليه المغريات الدنيوية التي يتمناها أي إنسان. بيعرض عليه: إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد زواجا زوجناك من أحلى وأفضل بناتنا، وإن كان الذي قد ألم بك هاتف من الجن أو شيء من الجن أتيناك بأكبر الأطباء ليعالجوك، وإن كنت تريد مالا جعلناك أغنى الناس فينا. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين أو هذا الأمر، الدعوة الإلهية، ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. يجي واحد من قريش ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولعمه أبو طالب: ادينا محمد نقتله ونخلص منه،
ونديك احسن اولادنا، اولاد القبيله، ويبقى ابنك انت احسن من محمد. يقوم يقول ما سفاهة هذا الرأي، اعطيكم ابني تقتلونه وتعطوني ابنكم اغذيه لكم، يعني اي شيء هذا. قالوا عنه ساحر، وقالوا عن القرآن اساطير الاولين اكتتبها، وقالوا عن محمد صلى الله عليه وسلم شاعر، وقالوا عنه مجنون، وتربصوا به ليقتلوه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومن كثرة تعرض النبي عليه الصلاة والسلام والسابقين معه إلى الإسلام والمقابلين أو الراغبين في دعوته صلى الله عليه وسلم، أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يهاجروا إلى الحبشة ليخرجوا من سلطان وسطوة وتعذيب هؤلاء الضعفاء المستسلمين. طيب فالنبي عليه الصلاة والسلام اتفضل. النبي عليه الصلاة والسلام تعرض لمؤامرات عديدة ويعني اعتداءات كثيرة، وأنزل الله سبحانه وتعالى عليه قوله إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم، شوف بقى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. دي كانت يعني البدايات. حضرتك سبقتني الآية القرآنية اللي ربنا يعني رد بيها على ما يتعرض له الرسول عليه الصلاة والسلام من أفعال ومن اعتداءات ومن تطاول ومن نعم. مش بحاول أقول إن إحنا يعني تبرير، ولكن أنا كنت بحاول أشوف أي سياق قد يكون يقود إنسان إلى أن يكون رد فعله حبا في الرسول أو دفاعا عن الرسول اتيان أمر أكثر خطأ وأكبر صحيح. كبيرة، قتل نعم. النفس. نعم. في اللحظة التي لم يقم فيها الرسول لا فترة نزول البعثة ولا الدعوة لها ولا بعد أن استقر له الأمر وأقيمت الدولة وأصبح هناك هذا الكيان الذي يخاطب الفرس ويخاطب الروم ويملك من القوة ما يستطيع أن يرد بها عن نفسه. هل كان هناك مرة واحدة سمح فيها الرسول أو طلب فيها الرسول أو سعى فيها الرسول أن يكون الرد الاعتداء عليه بالسيف؟ كلا، بل وقع السيف في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم على من يريد قتله، وأمسك به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سقط من يد ذلك المعتدي، وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم تحت ظل شجرة: من يحميك مني يا محمد الآن؟ قال له: يحميني ربي. فاهتزت يد الرجل وارتعشت وسقط السيف، أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن شوف بقى رد الفعل إيه. فإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام الثابت القوي يقول له: ومن يحميك مني الآن؟ قال له: حلمك وعفوك وكرم أخلاقك. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن المنهج الإسلامي هو العفو والتسامح. ربنا سبحانه وتعالى ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرض للأذى وللسفاهة وللعدوان 13 سنة في مكة المكرمة، ومع هذا يأمره الله سبحانه وتعالى القوي المتين القادر المقتدر الذي قال له: إنا كفيناك المستهزئين، يأمره بالصبر
والحلم، ويقول له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، ويقول له واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فكانت هذه قوة الألوهية في حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك رغم شدة العدوان وكثرة الإيذاء وكثرة المتربصين بالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينل منه أحد، لأن ربنا قايل له إنا كفيناك المستهزئين. وأكثر من كده ربنا سبحانه وتعالى قال له إيه عشان يعلم أصحابه؟ يقول له إيه؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متسلحا بهذا السلاح، حتى إن أم جميل امرأة أبو لهب جاءت تحمل صخرة فوق رأسها لتلقيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقتله، ومشت بين الناس في المسجد الحرام، ومحمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يجلسان في أحد الجوانب. ظلت تقول أين محمد أين محمد أين محمد لأقتله. يقول أبو بكر الصديق يا رسول الله أم جميل لا تراك وأنت موجود، لأن ربنا قال وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ربنا سبحانه وتعالى أعمى بصيرة هذه المرأة وأمثالها ممن كانوا يتربصون لإيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلقاء الحجر عليه، حماه الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قلت منذ قليل لم يقل لأصحابه ردوا العدوان بمثله أو جابهوا هؤلاء المعتدين أو السفهاء بمثل ما يفعلون، إنما أمرهم بالسلام والهجرة إلى الحبشة مرتين. لماذا؟ لأن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. كان في النجاشي في ذلك الوقت وسمعته طيبة، وهو من أهل الدين الآخر، من إخوتنا النصارى أحبابنا، ملك لا يظلم عنده أحد. يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه السابقين إلى الإسلام المستضعفين في الأرض الذين أمرهم الله تعالى بالصبر والعفو، يأمرهم بالهجرة. منهم من ترك زوجته، ومنهم من ترك أبناءه، ومنهم من ترك والديه. كل هذا لماذا؟ استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في العفو والهجرة. وفعلا ربنا سبحانه وتعالى أكرمهم هناك، حتى قال لهم ملك الحبشة النجاشي اذهبوا فأنتم شيوم، يعني سادة في أرضي لا يمسسكم أحد بسوء. وذلك بعد إيه؟ بعد ما قال لجعفر بن أبي طالب وكان أحد المهاجرين هل معك شيء مما أنزل على رسولكم؟ قال له نعم، وقرأ عليه سورة مريم التي ليس لها مثيل في القرآن الكريم. امرأة أم عيسى عليه السلام يذكر القرآن الكريم لها سورة كاملة وتسمى سورة مريم، ويقرأ هذه السورة على النجاشي فيقسم بأنه والله هذا الذي جاء به نبيكم والذي جاء به عيسى ابن مريم يخرج من مشكاة، يعني حتة طاقة شباك
يخرج من مشكاة واحدة، لأن ربنا قال في القرآن الكريم مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام تعرض لأذى كثير، وتعرض أصحابه لعدوان كثير 13 سنة في مكة، ومع هذا كان الأمر الإلهي بالعلاج. كيف يكون رد الفعل؟ الصبر، التسامح، العفو، الهجرة. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاد الهجرة الثالثة بعد هجرتين إلى الحبشة، قاد الهجرة الثالثة إلى المدينة، وكان ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإسلام. طب واحنا بنتكلم على عالمنا المعاصر، هل الآن الرسالة المفروض ان احنا نخرج بيها على المسلمين نقول لهم الصبر، نقول لهم انه الرسول لم يأخذ حقه ابدا بيده او بالعنف او بالقوة، ولم يأمر احد ان يقتل من هاجموه او حاولوا قتله، مش بس حاولوا ان هو يستهزئوا بيه؟ ولا احنا لدينا اشكالية اخرى في الصورة التي تم تصديرها للخارج، وللأسف هذه الصورة نحن متسببين فيها؟ تمام، أحسنتي. احنا مش عايزين نخرج للعالم بعنف مماثل أو بأسلوب مماثل، أو نأمر المسلمين الذين أوذوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر أو بالعفو أو بالتسامح بالمبادئ الإسلامية والقيم السامية النبيلة، وإنما نصدر للعالم الآخر صورة الإسلام الإيجابية. لا نرد العنف بالعنف، ولا نرد الإساءة بمثلها، ولا نرد الإساءة بأمر المسلمين بالصبر أو العفو أو التسامح، وإنما نبدي لهؤلاء المهاجمين للرسول صلى الله عليه وسلم المسيئين إليه، نبدي لهم الصورة الجميلة، صورة الإسلام، صورة النبي عليه الصلاة والسلام، التي بينها القرآن الكريم في أكثر من موضع. ربنا سبحانه وتعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ بما دي يعني أسلوب تفخيم، يعني أي رحمة اللي انت قابلت بيها هؤلاء الناس، فبما رحمة من الله لنت لهم. شوف رد الفعل العنيف بقى، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. وده مين؟ ده بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هموا بحمله على العنف في غزوة أحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني لبس لباس الحرب والدفاع عن المدينة نزولا على رغبة هؤلاء الشباب، ولم يكن له رغبة في ذلك، لكن نزولا على رغبة الشباب وحفظا على وحدة الأمة ووحدة الصف. فعمل ايه؟ لبس وخرج لمقابلة المشركين دفاعا عن المدينة بعد أن دخلوها ووصلوها. وقال المنافقون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. لما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام مضطر ونزولا لرغبة الشباب وحماسهم، كانت النتيجة غير طيبة، وبالتالي الرسول عليه الصلاة والسلام يعني استاء من تصرف هؤلاء الشباب. فعمل ايه؟ ربنا عاتبه في هذا وعفى عنهم وقال له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب، وضربهم أو شتمهم أو نهاهم أو نحو ذلك أو عنفهم أو أمرهم بالعدوان. ولو كنت فظا
غليظ القلب لانفضوا من حولك. شوف ان الامر الالهي فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. مش تبقى دي اخر مرة عشان اعترضوا عليك، لا، وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. هكذا كان الاسلوب القرآني في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه. ويقول له بقى النبي عليه الصلاة والسلام ربنا يوصفه بالرحمة اللي استمدها من رحمة الله سبحانه وتعالى، طبعا بقدرة الله عز وجل وبوحيه وإعداده. الله أعلم حيث يجعل رسالته ولتصنع على عينه. هذه الرحمة استمدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرحمن الرحيم، وسماه بهذا الاسم. قال له ايه؟ لقد جاءكم، بخاطب الأمة بقى كلها والعالم كله، رسول من أنفسكم، كلكم عارفينه ولكم تشهدون له بالصدق والأمانة. جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عمال يدعوكم إلى توحيد الله وإخراجكم من الظلمات إلى النور حتى لا تقعوا في مشقة الآخرة في عذاب النار. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، عمال كده يبعدكم عن النار بالأعمال الصالحة والرسالة الرحيمة، وانتوا تتقحمون فيها كالفراش، يلاقي نار أو نور يقوم يعمل ايه؟ يجري عليه ويحرق نفسه. وأنتم أنا أبعدكم عن النار وأنتم تقحمون فيها. يعني ايه تقحمون؟ يعني تقتحمونها زي الفراش لما يلاقي نار أو نور أو نحو ذلك. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا بقى بيقول له ايه؟ شوف الاسم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. طب لو أعرضوا هؤلاء الناس عن رسالتك يا محمد، رسالة الرحمة، رسالة العالمية، رسالة الشمول، رسالة الإنقاذ من الظلمات إلى النور، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما قالوش فإن تولوا امسك السلاح واضرب فيهم ورد العدوان بمثله، لا، لسه دي مرحلة تالية. فاحنا مطلوب مننا النهاردة وبكرة وامبارح ان احنا نستخدم اسلوب الدعوة الرحيمة ونبين قيم الاسلام النبيلة وننشرها فيما بيننا، وننشرها ايضا نوريها للناس. ادي الاسلام، ادي الاسلام اللي انتوا بتعترضوا عليه. هل حضرتك تتفق مع المقولة السائدة في الفترة اللي فاتت وبعد يعني الرسوم والتداعيات هذا الموقف، بعض الناس اللي يمكن كانوا يحاولوا ان هم يحكموا العقل بعض الشيء في ردود افعالهم، خرج البعض منهم بآراء نحن من اسأنا للرسول قبل ان يسيء اليه الاخرين؟ دي معناها ايه بقى؟ احنا تخلينا عن ديننا، احنا عملنا زي الاجانب في يعني الصور الخليعة او الافلام الرخيصة او التمثيليات الهابطة أو الى اخره. رحنا في فرنسا او في اوروبا شربنا الخمور وسهرنا الليالي الحمراء وعملنا 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 واحنا مسلمين. هل هذا هو الاسلام؟ احنا اللي شوهنا صورة الاسلام. يبقى احنا اسأنا للرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يسيء الاخرون. وبعدين ما تنسيش ألم يكن سكوتنا على التطرف وتمكين بعض من هذه الجماعات وبعض الأفراد والأشخاص إن هم ينخرطوا في مجتمعاتنا الإسلامية ويتوغلوا وينتشروا بالقدر الذي انتشروا به أحد أشكال الإساءة؟ ما هي دي نقطة اللي أنا كنت عايز أكملها، وسيادتك تفضلت ولقطيها يعني. الجماعات الإرهابية سواء في داخلنا أو في خارجنا أو في سائر بلاد العالم، المسلم وغير المسلم، الجماعات الإرهابية
موجودة، وبعض للأسف بعض البلاد العربية ساعدتها ومولتها، وبعض البلاد الإسلامية بلاش نذكر أسماء ساعدتها واحتضنتها وضربت استخدمتها كمخالب سيئة للعدوان على البلاد العربية والإسلامية وتمزيق وحدتها وتهجير أبنائها إلى ملاجئ العالم كله. فاحنا أسأنا فعلا إلى الإسلام، يعني بعضنا من الجماعات المتطرفة في الداخل أو في الخارج. احنا بنعاني في سينا من إيه؟ من مثل هذه الجماعات، وبنحاول نقضي عليهم، وطلعوا إلى بلاد أخرى احتضنتهم وساعدتهم، وفرت لهم المساكن والأموال والسلاح وإلى آخره، وما زالوا يهاجمون بلاد الإسلام والمسلمين. والبلاد العربية المحيطة بنا شاهدة على ذلك. نحن نحاول السلام ونحاول إرساء قواعده، وهم يحاولون تفتيت وحدة الأمة وتقسيمها وإضعافها حتى يعني يقضى عليها، وتبقى بعض البلاد قوية مسيطرة تستمتع بالنفط وما وراء النفط، وتستذل هذه الشعوب وتستنزف دماءها وأموالها. فطبعا الجماعات الإرهابية أو المتطرفين أو الفكر المتطرف الموجود في أي مكان ده إساءة إلى الإسلام، لأن الإسلام دين الوسطية ودين الاعتدال. وقد أعلن رئيسنا أكثر من مرة، وأعلن الإمام الطيب الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، وأعلن وزير الأوقاف، ونحن نعلنها في كل مكان: وسطية الإسلام واعتداله. لا نقابل العنف بالعنف، وليس الإسلام دين عنف، الإسلام دين عفو وسماحة. وقد عرفنا تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام من البداية كم تعرض إلى أذى وإلى هجوم وإلى إساءات وإلى بذاءات، وكان الرد إيه. وتعرفنا على منهج القرآن الكريم في تحقيق ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يعرفونه جميعا يتلو عليهم آياته. أدي آيات القرآن بما فيها من أوامر ونواهي وقصص للأمم السابقة ودعوة للعفو والتسامح والأمانة وإلى آخره. يتلو عليهم آياته ويزكيهم. أدي مكارم الأخلاق، ده صلب رسالة النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ده جوهر الرسالة الإسلامية، وليس العنف ولا التطرف. التطرف ده يعني جانب سيء لا يمت إلى الإسلام بصلة. الإسلام دين الفضيلة، والفضيلة وسط بين رذيلتين: إفراط وتفريط، وده كلاهما تطرف، وليس هذا من الإسلام في شيء. فالإسلام دين الوسطية ودين الاعتدال. نحن نصدر لمن يصدرون الإساءات أو ينشرون الإساءات والعدوان على الرسول صلى الله عليه وسلم، نبين لهم جمال الإسلام وقيم الإسلام، ونسعى إلى القضاء على التطرف والقضاء على الإرهاب بكل ما أوتينا من قوة. وزي ما قال الرئيس كده أكثر من مرة: ما يصحش إن يبقى في 1,000,000 متطرف ليسوا محسوبين على الإسلام فقط، بل على كل بلاد العالم. هي داعش كانت كلها مسلمين، ولا فيها أجناس وجنسيات أخرى من غير المسلمين أو الذين لا يمتون إلى الإسلام بصلة؟ فما نحملش 2 مليار أو 1.5 مليار مسلمين تطرف 1,000,000 أو 1.5 مليون ونحملهم هذه الأوزار. ده عيب، وده سوء تقدير، وده تمييز عنصري. ان احنا نقول الاسلام 1.5 مليار او 2 مليار قريبا من ذلك متطرفين
أو إرهابيين أو إلى آخره. هل كنا في حاجة إلى أن يكون هناك رد فعل جماعي، يعني يكون هناك رد فعل بشكل لائق ولكن يخرج عن العالم الإسلامي بشكل مشترك، ولا كل دولة ورد فعلها وكل مؤسسة دينية ورد فعلها؟ لا، يا ريت يكون عندنا وحدة إسلامية ونظام إسلامي موحد، ويبقى ردنا عن طريق القيادات كما فعل الرئيس في الاحتفال بليلة المولد النبوي. قال دي مش حرية، الحرية التزام، حريتك تنتهي عند حقوق الآخرين، مفيش كراهية في الدين، دي كراهية، ده الإسلام أول من قال لا إكراه في الدين. فاحنا نحترم الأديان كلها، نحترم الأمم المتحدة، نحترم المؤسسات الدولية، ونقول لهم يعني ساعدونا في حل هذه المشكلة وفي تصفية الأجواء، وليس في العنف والقتل وإراقة الدماء، لأن كثيرا من هذه الدماء بل كلها فيها أبرياء كثيرون. الحقيقة أن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وكذلك كلمة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، جاءت جامعة وشاملة بحيث تضمنت الموقف الحقيقي ورد الفعل كما نراه كعالم إسلامي. ويمكن السؤال اللي البعض كان بيطرحه في ردود البعض الآخر اللي بيتكلم عن حرية النقد وحرية التعبير، هل يملك الغرب بأي من مؤسساته الإعلامية أو الدينية أو السياسية أن يوجه انتقادا أو رسما مسيئا أو نقدا أو كاريكاتيرا أو حتى مقولة فيها نوع من الإساءة بالسامية؟ هل يملكون هذا؟ وإذا حدث كيف سيكون رد الفعل؟ أعزائي المشاهدين، نشكركم على حسن متابعتكم لنا من خلال هذا اللقاء، وبشكر ضيف هذه الحلقة الأستاذ الدكتور محمد نبيل جنايم. شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. دمتم سالمين آمنين، ودمنا رافعين لواء الإسلام مقتدين بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الرد البليغ. فلا ندع الآخرين يقعون تحت اتهام الإساءة للرسول قبل أن نصوب نحن تصرفاتنا وسلوكنا وتوجهاتنا وكلامنا وردود أفعالنا. أشكركم أعزائي المشاهدين، والقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله. حتى ذلك الحين لكم سلام الله ورحمته وبركاته.